السلام عليكم. نستعرض في هذا اللقاء استعدادات فريق يوفنتوس لمباراته في نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد. نشاهد بعض الصور من المران الأخير لفريق يوفنتوس. ثم ننتقل إلى تصريحات مدرب يوفنتوس أليجري الذي يطالب بالاتزان والهدوء. صرح أليجري قبل مباراة يوفنتوس أمام ريال مدريد في كارديف: لقد تقدمنا كثيرا منذ مباراة برلين، علينا أن يكون لدينا رغبة أكبر من الريال في الفوز يوم السبت. كلمة السر الهدوء، علينا أن نتسم بالهدوء في استعداداتنا للنهائي وأن نجهز أنفسنا للمباراة بدون توتر. الإيجابية، إنها مباراة مهمة وعلينا أن نقدم نفس المستوى الذي اعتدنا عليه طوال الموسم. السلبية معدية. التوازن هو أهم شيء سنحتاجه في النهائي. في النهائيات لا يوجد إعادة أو فرصة ثانية. الثقة في النفس، ثقتنا في أنفسنا زادت منذ مباراة برلين، وهذا من أهم الأشياء في تلك المباراة. الريال، بعدها توجه أليجري للحديث عن الخصم في المباراة النهائية، مثنيا على زيدان وفريقه في موسمهم الغير عادي. لقد تحسنوا كثيرا في النصف الثاني من الموسم، ويستحق زيدان الكثير من الإشادة على التوازن الذي يلعب به الفريق الذي ساهم كاسيميرو بجزء كبير فيه. الفوز بدوري الأبطال في أول موسم له كمدرب، ثم الوصول إلى النهائي في الموسم الثاني والفوز بالليغا، إنجاز كبير، خصوصا أنك تدرب فريقا كبيرا. هناك الكثير من العوامل التي يجب النظر إليها عند تقديم موسم، وأظن أن عندما تقيم موسما، وأظن أن زيدان قدم موسما كبيرا، هو مدرب رائع. وفي النهاية، وبغض النظر عما سيحدث في يوم السبت، حرص أليجري على الإشادة بلاعبيه. لقد كانوا رائعين. لقد سمعت كثيرا بأن اللقب كان سهلا. الوصول إلى 91 نقطة في الدوري شيئا ليس بالسهل تماما. روما ونابولي قدما موسما رائعا، ويوفنتوس قدم موسما أفضل منهما. ننتقل إلى الخبر الثالث، وهو عن أبرز تصريحات لاعبي يوفنتوس. أبرز التصريحات من أهم لاعبي يوفنتوس عن مباراة يوم السبت القادم في كارديف في اليوم الإعلامي الذي أقيم في استاد يوفنتوس. بدأ العد التنازلي للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، ومع تبقي 5 أيام على المباراة الحاسمة أمام ريال مدريد في كارديف، بدأ يوفنتوس استعداداته في يوم الاثنين بعقد اليوم الإعلامي الذي تحدث فيه نخبة من لاعبي يوفنتوس للصحفيين عن المباراة بعد التدريب المفتوح الذي أقيم في استاد يوفنتوس. وإليكم أبرز التصريحات من معسكر البيانكونيري. كودرادو: إنه شيء متميز أن نتواجد في نهائي دوري الأبطال. ريال مدريد فريق رائع، وعلينا أن نحذر منهم في كل أرجاء الملعب. برزالي: هذا هو ثاني نهائي لنا في 3 أعوام، وهذا يثبت أننا واحد من أفضل الفرق في العالم في الوقت الحالي. في هذه المرة نحن نريد الفوز بالكأس. ماركيزيو: فقط القليل من اللاعبين باستطاعتهم القول أننا لعبنا من قبل في نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل. هذه فرصة لا نريد أن نضيعها مرة أخرى. ديبالا: لدينا 5 أيام للاستعداد لهذه المباراة. من المهم أن تبقى أرجلنا ثابتة على الأرض. هذه مباراة كبيرة. بيانيتش: من الآن فصاعدا سنبدأ بدراسة كيفية تسبيب المتاعب للريال وما الخطة التي سنلعب بها. هيغوين: حقيقة لاعبي للريال في وقت مبكر في مسيرتي يضع بعدا آخر للمباراة بالنسبة لي شخصيا، ولكنني لا أستطيع إخفاء رغبتي الشديدة في الفوز مع يوفنتوس هذا العام بدوري أبطال أوروبا. بونوتشي: الأمر كله يتمحور هذا الأسبوع حول كيفية الاستعداد بالشكل الأمثل للمباراة. الطاقة العصبية الموجودة في المعسكر هنا ستخدمنا جيدا في الاستعداد، وستساعدنا في الوصول إلى كارديف في أعلى مستوى لنا. بوفون: لدينا فرصة رائعة بين أيدينا. فريقان على أعلى مستوى سيتواجهان يوم السبت المقبل. كان لدينا قناعة كبيرة في قدراتنا منذ عامين، ونفس الشيء موجود الآن. هذا كل المطلوب منا. شكرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.